تيشيرت في الدور علاش؟ لا ما حبسوش ما حبسوش بعدين السيد قاعدين عليه. انا محبسوه سيبهم خذوا خذوا لك خذوا اسكت انا خذوا يودي شد هنا انت شد هنا انا وهز مشان امشي بعد ما شفنا كل شيء خلينا نشوفوا بالضبط اكثر تفاصيل على العمليه كيفاش تمت وكيفاش في النقطه الحدوديه الامنيه كيفاش تعدت الكاميون هذه ووين ماشيه. اي معي علي. اسمعني خلينا نطلع معاهم السبيط لو باهي لحظه برك الله يعينك. الله يعيشك اخوي. تعديت النقطه الحدوديه الاولى الامنيه. هاي تعديت هاي. ولكن ريناك ما ديت حاجه. ما اديت 5000. كان ما عطيتش 5000 مباصي يدخلوا. معناه انت تو سامحني علي بربي تصور هذا مزود هكا ولا؟ معناها لو كان جاء سلاح كان ينجم يتعدى ب 5000 فرنك. 5000 ما اديت له 350 فرنك هزها. تونس بيعها ب 350 فرنك. تونس بيعها ب 350 فرنك. تونس نبكي عليها بالدموع. بلا سامحني انت قبيلي تو قبل ما تتعداو النقطه الحدوديه كنا تحاورنا معاك ووريتنا بو 5 يعني كانك مصرفهم وحذرهم. حذرهم ها هما نجبدهم لك. ماذا بينا؟ حذرهم محضر كل شيء ها هم صور ها هم محضرهم هذوم كل الدوريات هذوم فهمت هم كل الدوريات ما نعطيش هذوما يدخلوا لي سلعتي ويدخلوا لي كرهبتي خلص 5 ملايين وما عنديش 5 ملايين منين تنجيبه فهمت هذوم كل الدوريات اللي هو الفياج هذا واش فيه في 65 دينار. انت تخدم الكونتر لكن قلت لي حاجه اثرت فيا بصراحه وانا مصر انك تعودها. قلت لي انا غيظتني تونس وحسيت دموعك هبطت قبيلي. نبكي على تونس نبكي عليها. تونس يبيعوها ب 350 فرنك دوريه عطيتها 350 فرنك. نقول لا مش معبي مازوت معبي زطله ولا معبي سلاح يبيعها ب 350 فرنك. انك تخدم في الكونترا تقول الكلام هذا. نقولوا عدوني فهمت للناس الكل. قبل ما نكمل معاك سامحني قبل ما نكمل معاك نقول علي بالحق هذا الشعور المواطنه بالحق وشعور الانتماء للوطن بالحق انا الراي يا علي انه يعني ما نعرفش كلام معبر ولقطه معبره. انت قبيلي سامحني قلت لي اكثر من هكا وباش نستاذنك اني نقول لك الكلام هذايا. قلت لي قبيلي ماذا بيا تجي نهار وتصور واحنا وين نسكن وين الحدود. شنو هي المنطقه الساعه اللي قلت لي عليها؟ ام علي. قلت لي ناس عندنا سلاح كلها مسلحه ما ثمش مش ام علي بركه فريانه كلها مسلحه تلابتي كلها مسلحه. ما تلقاش سلاح ما تلقاش المقرون تلقى المكحله ما تلقاش المكحله تلقى الكلاشنكوف. الناس كلها عندها سلاح. ومنين يجيكم هذا؟ منين يجينا يا اخي؟ يجينا مثلا من ليبيا جونا من الارهاب اللي قتلوا الحرس وقال لك اللي هو قتلوا جلاسي. انت تعرفوا جلاسي؟ صاحبي خدم معنا اصلا لا جودان صاحبي اصلا